يا شيء صلى على سيدنا النبي في قلبك قبل أي كلام، وهو ده الهدف من الكلام. في هذا الزمان سنة 2025 مبدأ داير عند أغلب البشر، ومرض ملوش علاج وانتشر بين البشر هيدمر البشر. مرض اسمه مرض الصيت. الصيت يا صاحبي كله من أجل الصيت بقى عبيط. نص البلد متصيطة والنص التاني بيسعى ورا تحقيق حلمه إن هو يتصيط، ومش فارقة اتصيط بإيه ولا على إيه، أو اتصيط بالصح أو اتصيط بالغلط، المهم إن هو يتصيط. بس ما بتتحسبش كده يا صاحبي، ما بتتحسبش كده. اللي اتصاب بجدعنة واتصاب برجولة وأدب وقلب أبيض، اللي يتصاب بالحب أحسن من اللي يتصيط إن هو بيمشي بالجب يا صاحبي. وأغلب البشر بقت ماشية بمبدأ الصيت ولا الغنى، كله بقى عبيط من أجل الصيت، كله بيعمل أي حاجة في أي حاجة، المهم إن هو يتصيط واسمه يسمع. وهي مش كده يا صاحبي، والله العظيم ما كده. ده اللي الصيط ورجع في الاخر عيط. الصيت بجدعنه وبحب احسن من الصيت بان هو بيمشي في الشارع عاوج في بقه الجوب. مش كده يا صاحبي. وبعدين كله بقى عايز يبقى سوابقين، وكله عايز يبقى الفتى الاول، وكله عايز يبقى سوابقين، وحتى اللي ما عرفش الفرق بين العيش البلدي والعيش الفينو كله سوابقين يا صاحبي. وركوبة البوكس والدقيقة والحبساية بقت موضة عند الشباب. يا عم ربنا ما يكتبها على حد ويفكها على كل متضايق. مش شطارة يا صاحبي، مش شطارة. الناس بقت عايزة تصيب بمسجنة، مش تصيب بجدعنة. وكله بقى عبيط، كله بيعمل أي حاجة عشان إنه اسمه يسمع ويطلع ياخد لقطة على الشاشة أو في الفيديو. والناس بقت عبيطة يا صاحبي، كله عايز الصيت. مش كده يا عم، خلي صوتك على القد وخلي رجولتك وجدعنتك مش لأي حد. هو مش بإن أنت مش صيت قد إيه يا صاحبي، بإن أنت مش صيت بإيه، مش بإن أنت مش صيت بتعمل إيه، أنت مش صيت بتقدم إيه يا صاحبي. أنا نصيحة مني، اللي يتصيد في الخير أحسن من اللي بيجيب مليون لايك ومليون شير. في هذا الزمان سنة 2025 شبهتك كلبة عشان يتصيد ويطلع ترند. انتهى البيان، وربنا يشفي كل تعبان. وصلي على سيدنا النبي في قلبك لو شفت الفيديو ده للآخر.